يا اهلا بيكم في فيلم جديد. فيلم النهارده بيبدأ مع اتنين صيادين في وسط البحر على مركب. واحد فيهم بيصمم ان هو يروح منطقة معينة يصطاد فيها، والتاني بيحذره وبيقول له انه في قصص كتير مرعبة حوالين المكان ده. لكن صديقه التاني واللي اسمه توماس بيقول له ده شوية حكايات بس عشان يبعدونا عن اماكن الصيد الرائعة. وبيرمي الشبكة وفجأة بيظهر حيوان غريب بيسرق حاجات من المركب، وبيشوفوا الصيادين لكن بيغطس تحت المية وبيشبك في الشبكة لكن بيقدر يهرب منها. وتحت المية بيظهر بطل فيلمنا واللي اسمه لوكا، وبيصوت وبيقول انا مامتي هتقتلنا عشان السمك خرج من مكانه. وبيبدأ يدور على السمك ويجمعه تاني، وبياخد لوكا السمك بتاعه ويوديه مكان فيه اكل عشان يرعاه هناك. وبيقعد على صخرة زهقان لحد ما بيلاقي قدامه منبه قديم وبيمسكه ويتفحصه باستغراب. وفجأة بيلاقي قدامه ورقة كوتشينة فبياخدها هي كمان. وفجأة بيعدي من فوق مركب فبيصرخ في السمك عشان يستخبى تحت الصخرة. فبتنده مامة لوكا عليه وبتقول له ان الغدا جاهز، فبيخبي الورق والمنبه وبيجيب السمك ويرجع البيت. وبيسلم على باباه ومامته وجدته وبيقعدوا ياكلوا، وبيسأل هي السفن بتيجي منين. وبتتكلم معاه جدته عن الوحوش الأرضية وإنها هزمت واحد قبل كده. وقبل ما تكمل جملتها بتزعق مامة لوكا وبتقول كفاية، وتحذر لوكا وبتقول له الفضول بيقتل، والسمكة اللي بيبقى عندها فضول كتير سهل اصطيادها، والأحسن لا نفكر ولا نتكلم عن الأرض. وبيرجع لوكا للحاجات اللي لقاها، لكن فجأة بيلاقي قدامه واحد لابس غواص، وبيتخض لوكا جدا لكن بيكتشف إنه مش إنسان وإنه كائن زيه بس مستخبي. وبياخد من إيد لوكا الحاجة وبيجري بيها، وبيروح لوكا وراه وبيلاقيه خرج بره المية وبيشد لوكا معاه وبيحولوا لبني آدمين. وبيتخض لوكا جدا وبيفهم الولد إن دي أول مرة لوكا على الأرض بره المية، وبيتضايق لوكا جدا وبيقول له إن ده ممنوع وبيرجع للمية. وتاني يوم بيقرر يخرج مع الولد بره المية بعد تردد كتير، وبيحاول الولد اللي اسمه ألبرتو إنه يعلم لوكا إزاي يقف وإزاي يمشي. وبعد محاولات كتير بينجح لوكا، وبيبدأ ألبرتو يوريله مميزات الوجود على الأرض، وبيقول له هنا في سما وتقدر تنط وفي شمس. وبيدخل لوكا بيت ألبرتو وبينبهر بالتفاصيل اللي وبيشوف فيه، صورة على الحيطة وبيسأل ألبرتو إيه ده، وبيقول له ده أعظم اختراع عمله البشر تقدر تاخدك في أي مكان واسمه موتوسيكل. وبيتفق لوكا وألبرتو إن هما يعملوا واحدة زيها، وبعد ما بيخلصوها بيرجع لوكا للمية ويوعد ألبرتو إنه يجيله بكرة. ولما بيروح بيتهم مامته بتسأله كنت فين، فبيتلخبط لكن جدته بتقول له إن أنا بعته يجيب لي حاجة، فبيشكر جدته إن هي أنقذته من الموقف. وتاني يوم الصبح بيقرر ألبرتو إنه يجرب الموتوسيكل، ولوكا بيكون خايف جدا لكن ألبرتو قال له إن الموضوع جميل جدا رغم إن الموتوسيكل اتكسر. وبيقرروا يعملوا واحد جديد، وبيكتشفوا أهل لوكا إنه ما بيروحش الشغل كل يوم بعد ما بيمشوا وراه، وبيلاقوه طلع على سطح المية. وبيقول ألبرتو لوكا إن إحنا لازم نجرب المرة دي الموتوسيكل سوا. وبالفعل بيجروا بالموتوسيكل ويطيروا في السما وسط الطيور وبيقعوا بعدها في المية. وبالليل بيقعد لوكا وألبرتو يتفرجوا على السما والنجوم، وبيشاور لوكا على النجوم وبيسأل ألبرتو إيه ده، فبيقول له ده سمك صغير وبتحميه السمكة الكبيرة دي وأنا لمستها قبل كده. فبيقول له لوكا الله حياتك أروع من حياتي بكتير، أنا عمري ما رحت مكان، أنا بحلم بالأماكن بس. وبيرد عليه ألبرتو وبيقول له بس أنت هنا دلوقتي. وبيرد عليه لوكا وبيقول له لولاك ما كنتش هبقى هنا ولا هشوف كل ده. وبيسأل لوكا ألبرتو عمرك رحت المدينة البشرية، فبيرد ألبرتو بيقول له لا لكن والدي حكى لي كل حاجة عنها. فبيقول له لوكا أنت محظوظ بوالدك. وبيفكر شوية وبيقول شيء جميل لو كان عندنا موتوسيكل حقيقي. وبينام لوكا وبيحلم إنه لمس السمكة الكبيرة، وبيصحى مخضوض وينزل بسرعة لبيتهم تحت المية. وبتشوفه مامته وهو داخل وبتوريه ورقة الكوتشينة والمنبه، ووالده بيقول له أنت لازم توعدنا إن أنت مش هتطلع لفوق تاني. وفجأة بيظهر عم لوكا اللي اسمه يوجو، وبتقرر والدة لوكا تبعته مع عمه يوجو لقاع المحيط كعقاب يقعد هناك موسمين. وبيتضايق لوكا ومامته بتقول له هخليهم 3 لكن لوكا بيسكت ويمشي. وبيروح لوكا لصديقه ألبرتو وبيحكي له اللي حصل، وبيعرض عليه ألبرتو إن هما يروحوا يعيشوا سوا في مدينة البشر، وبكده أهله مش هيقدروا يوصلوا له. وهناك هيشوفوا موتوسيكلات كتير وممكن يمتلكوا واحد كمان، وهيبقوا أحرار ومحدش هيتحكم فيهم. وبيخاف لوكا من الفكرة لكن ألبرتو بيشجعه وبيقول له ما تخافش هنبقى سوا. وبيوصل لوكا وألبرتو للمدينة، ويفضل لوكا باصص على الشوارع والناس بانبهار شديد، لكن فجأة بيشوف قدامه صور وتماثيل صيادين سمك وبيترعب. وبيقول لألبرتو المكان هنا خطر ومخيف. وفجأة بيشوفوا قدامهم موتوسيكل وراكبه واحد وبيتنحوا، وبيطلب طفل من لوكا إنه يرمي له الكورة، لكن لما بيرمي له الكورة بتخبط في الموتوسيكل. وبيجري صاحب الموتوسيكل يطمن عليه ويروح للوكا وألبرتو ويتريق على لبسهم وريحتهم اللي كلها سمك. وبيعترض ألبرتو، فالراجل بياخد لوكا للنافورة ويقول له أنت محتاج
محتاج شوية مية عشان تبقى ريحتك حلوة وتنضف. وبيخاف لوكا جدا وبيحاول ما يلمسش المية، ومرة واحدة بتظهر بنت وبيضايقها الراجل وبيقول لها انها فاشلة عشان خسرت في السباق، فبتتضايق البنت وبتاخد لوكا والبرتو وتمشي. بس ساعتها بيسمعوا الشرطة وهي بتتكلم عن حادثة وعن وحوش البحر والمكافأة اللي هياخدها اللي هيصطادهم، فبيقول الراجل انا بتاع المسابقات والمكافآت وانا اللي هكسب. وبتقول البنت لوكا والبرتو انتوا هنا عشان مسابقة بورتوريسو اكيد، وبتمشي وبتقول لهم انا لازم اوصل الطلبات دي. وبيقول لوكا لالبرتو احنا لازم نشترك في المسابقة دي عشان نكسب موتوسيكل زي الراجل السخيف اللي قابلناه. فبيروحوا ورا البنت اللي اسمها جوليا وبيسألوها احنا لو شاركنا في المسابقة هنكسب موتوسيكل، فبتقول لهم لا بس هتاخدوا فلوس تقدروا تشتروا بقى موتوسيكل زي ده عادي. فبيقرروا ان هم يدخلوا المسابقة، فبتقول لهم البنت بس لازم تهزموا الراجل اللي شفتوه من شوية ومحدش هيهزمه غيري. وبتقول لهم ان المسابقة تقيلة جدا فيها 3 مراحل سباحة وسواقة عجل واكل مكرونة، عشان كده انتوا محتاجين فريق. وبيطلبوا منها ان هي تنضم لفريقهم فبتوافق، وبيبدأوا يتمرنوا لكن بتلاقيهم فاشلين جدا فبترفض تضمهم لفريقها. فبيترجاها لوكا وبيقول لها ان اهله هيبعتوه مكان وحش جدا وهو مش عايز يرجع لهم. فبتوافق جوليان بعد ما بتسمع كلام لوكا وبتقول انا هعوم وانت تركب العجلة، وبتشاور على البرتو وبتقول له وانت هتاكل. وبتقول جوليا احنا دلوقتي محتاجين فلوس من والدي عشان نشارك في المسابقة. وبيدخلوا على بابا جوليا بيلاقوه بيقطع سمك فبيخاف. وبيتكلم بابا جوليا عن وحوش البحر وبتقول له جوليا ان كل دي تخاريف وانها مش مصدقاها. وبيسأل والد جوليا مين دول وبتقول له ان هم اصحابها وجايين عشان المسابقة. وبيرفض والدها يخليها تشارك وبيقول لها ان احنا مش معانا فلوس للاشتراك وان احنا لازم نبيع سمك اكتر. فبيقرر لوكا والبرتو يساعدوهم ويقولوا لهم ان احنا بنعرف كتير في مجال السمك. وبينط القطة على وش لوكا وبتتأسف جوليا ليه وبتقول لهم لو عايزين مكان تباتوا فيه ممكن تباتوا في بيت الشجرة بتاعي. وبيوافق لوكا والبرتو، وبيطلع اهل لوكا من المية عشان يدوروا عليه وبيتحولوا لبشر. وتاني يوم بيصحى لوكا ويتفزع لما بيلاقي المية حولتهم لهيئتهم الحقيقية. وبيصحى البرتو وبيستخبوا من جوليا وباباها وبينشفوا نفسهم بسرعة. وبيطلب بابا جوليا منها توصل الطلبات وبياخد لوكا والبرتو عشان يصطادوا. ويفضل القط ينط على لوكا ولوكا بيحاول يبعده. وبيبص البرتو على دراع بابا جوليا المقطوع وبيقول له انا اتولدت كده. وبيقترح البرتو على بابا جوليا مكان تاني للصيد لان المنطقة دي ما فيهاش سمك. ويشاور له على ناحية تانية ويقول له السمك كله هناك. وبينجحوا في صيد سمك كتير وبتفرح جوليا جدا عشان تقدر دلوقتي تشترك في المسابقة أخيرا. وبيظهر أهل لوكا في المدينة وهما بيدوروا على ابنهم، في حين إن لوكا وجوليان وألبرتو راحوا يقدموا في المسابقة ويسمعوا التفاصيل. وبيدخل عليهم أوركول بكل ثقة ويسجل في المسابقة وبيتخانق مع جوليا وألبرتو بيقول للوكا أنا باكل الأطفال اللي زيك على الفطار. فبيخاف لوكا من كلامه لكن جوليا مش بيهمها وبتفرح عشان دخلوا المسابقة. وبتبدأ جوليا تدرب في ألبرتو ولوكا وبعدها تروح بيهم البحر عشان تتمرن على السباحة. وبيدخل أركول بفريقه بالمركب بتاعهم عشان يضايقهم. وبيقع ألبرتو في المية وبيشوف أركول ديله بس بيلحقوا لوكا وبيغطيه وبينشفوا قبل ما بتطلع جوليان على المركب. ومن ناحية تانية بتحاول مامة لوكا تجيب مية على كل الأطفال عشان تعرف مين فيهم ابنها. وبيسمع لوكا صوتها وبيعرفها وبيتخض ويخاف. وبيقول لألبرتو بس ألبرتو بيطمنه وبيقول له إنه مستحيل يجوا هنا. وبيروح ألبرتو يساعد بابا جوليا وبتقعد جوليا مع لوكا وبتقول له أنا حاسة إن إحنا هنفوز بالمسابقة وتسأله أنت عايز موتوسيكل ليه؟ فبيقول لها عشان ألف بيه في كل مكان أنا وألبرتو وأتفرج كل يوم على السمك اللي في السما ده. وهي بتقول له أنا عايزة أفوز عشان محدش يشوفني فاشلة تاني ولا غريبة الأطوار، وعلى فكرة اللي في السما ده مش سمك. وبتاخده جوليا وبتوريه النجوم بالتلسكوب وبتقول له إن دي مش سمك دي كرات نارية ضخمة زي الشمس. ويعرف ساعتها لوكا إن ألبرتو كان غلطان وبيتخيل لوكا إنه طاير وسط الكواكب والنجوم. وبتبدأ جوليا تشرح للوكا المجموعة الشمسية والمجرات. وبيطلب لوكا من جوليان استعارة الكتاب بتاع الكواكب فبتقول له اعتبره كتابك خلاص وبتشطب اسمها من عليه وتكتب اسمه. وبينده ألبرتو على لوكا وبيروح لوكا وبيقول لألبرتو إن اللي في السما ده نجوم مش سما. لكن ألبرتو ما بيصدقوش وبيقول له تعالى أوريك الموتوسيكل اللي هنشتريه. وبيقول له لوكا أنا عايز أروح المدرسة. وبيستعجب ألبرتو وبيقول له إحنا مش عايزين المدرسة ولا عايزين حد، إحنا عايزين بس الحرية. وبيظهر أركول وبيقول لهم أنتم مخبيين حاجة، أنا عارف إن وراكم حاجة ومش معروف. وأركول بيضرب ألبرتو وبيحاول لوكا يدافع عنه لكن بيخوفوا أركول ويقول لهم أنتوا لازم تمشوا من هنا لأن دي مدينتي. وبيجروا بسرعة لوكا وألبرتو. وتاني يوم الصبح يرجعوا للتدريب مع جوليا ويفضل أهل لوكا يدوروا عليه وهكذا كل لحد ما في يوم بيشوف لوكا مامته وهو على عجلة مع جوليا وألبرتو فبيجري بسرعة. وبعدها بيشوف لوكا قطر فبتقول له جوليا إن القطر ده هو اللي بيروح جنوة. فبيقول لها ده عند مدرستك فبتقول له اه. وبيسألها مدرستك مفتوحة لكل الناس
الناس، فبتقول له اه بس بفلوس. فبيتعصب ألبرتو على جوليا وبياخد لوكا ويركب العجلة ويمشي وبيقع في المية. وبيتعصب لوكا على ألبرتو بعد ما بيخرجوا من المية وبيقول له ألبرتو ما حصلش حاجة والمدينة دي جننتك، احنا هنكسب وناخد الموتوسيكل ونمشي. فبيقول له لوكا بس انا عايز اروح المدرسة. فبيزعق له ألبرتو بيقول له انت ما تقدرش تروح المدرسة وبيتخانقوا. وبتتدخل جوليا فرحانة انهم لسه عايشين بعد ما وقعوا في المية، وبيسألها لوكا لو ينفع يروح معاها المدرسة، فبتقول له دي فكرة عظيمة. بس ألبرتو بيتضايق وبيقول لها هي مدرستك هتقبل وحوش البحر، وبيحاول لوكا يسكته لكن ما بيقدرش. وبينزل ألبرتو البحر وبتكتشف جوليا حقيقتهم وبتتخض لما بتشوف ألبرتو. وبيوصل كمان إيركول وفريقه بيحاول يصطاد ألبرتو بس ألبرتو بيهرب. وبيرجع لوكا مع جوليا البيت وبيسأل والدها عن ألبرتو، فبيقول له لوكا إن ألبرتو مشي ومش راجع، وقرر والدها إن هو يروح يدور عليه. وبترش جوليا مية على لوكا وتتأكد إنه وحش بحر، وبتطلب منه إنه يهرب بسرعة، وبتقول له أنت عارف إن بابايا بيصطادكم فلازم تهرب. وبيروح لوكا البيت ألبرتو القديم ويتأسف له لكن ألبرتو ما بيقبلش. وبيسأل لوكا إيه العلامات اللي على الحيطة دي، وبيعرف إن ألبرتو كان طول الوقت عايش لوحده لأن والده سابه. وبيقول ألبرتو إنه مش محتاج حد في حياته لأنه الواد الشقي اللي محدش بيحبه، وبيطلب من لوكا يمشي. وبيروح لوكا يطلب تقسيم الفريق وبيقرر ينافس لوحده، ويلبس لوكا بدلة حديد قبل مسابقة السباحة. وتبدأ المسابقة ويخلص لوكا مرحلة السباحة ويدخل على الأكل يخلصه، وبيوصل لمرحلة ركوب العجل. ويحاول إيركول يستفز جوليا لكن جوليا بتكمل وبتمطر الدنيا. وبيحاول أهل لوكا يستخبوا تحت مفرش ويستخبى لوكا تحت تندة. وفجأة بيلاقي قدامه ألبرتو ماسك شمسية وبيجري عليه، وبيزق الكور ألبرتو وبتقع الشمسية وبيتحول ألبرتو. وبيتخض أهل المدينة وبيقع ألبرتو في شبكة صيد لكن بيجري عليه لوكا وبياخده على العجلة. وبيجري الكل وراهم وبتحاول جوليا تحصلهم بالعجلة بتاعتها، وبتوقع الكل من على العجلة قبل ما يقتل لوكا وألبرتو، وبتقع هي كمان. وبيقرر لوكا وألبرتو يرجعوا يسندوا جوليا ويطمنوا عليها. ويتجمع الناس وبيجي بابا جوليا وإركول ويقولوا دول وحوش ولازم يموتوا. وبتتضايق جوليا وتقول دول مش وحوش. وبيقرر بابا جوليا يعلن فوز لوكا وألبرتو، وبيرفض إركول ويقول دول مش بشر أصلا ما ينفعش يكسبوا. ويجي أهل لوكا ويحضنوه ويتم إعلان فوز فريق لوكا بالمسابقة وبيستلموا الجايزة. وبيتصالح أهل المدينة مع وحوش البحر وبيستضيفوهم. وبيحقق لوكا وألبرتو حلمهم وبيبقى عندهم موتوسيكل. وبتسيب جوليا لوكا مجموعة كتب عشان يتعلم منها. وبيقرر أهل لوكا إن هم يفاجئوه وبيقبلوا إن هو يروح المدرسة. وبيبيع صاحبه ألبرتو الموتوسيكل بتاعه وبيديله بتمنها تذكرة لجنوة عشان يروح يتعلم مع جوليا. وبيودع ألبرتو لوكا وبيحضنه وبيركب لوكا القطر عشان يروح يحقق حلمه اللي كان نفسه فيه من زمان. وبس بيخلص الفيلم على كده. لو عجبك الفيلم ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان كل ما انزل ملخص جديد يوصل. ولو عندك فيلم مش فاهمه وعايزنا نلخصه اكتب لنا رأيك تحت في التعليقات. كان معاكم عادل كامل من قناة كشك أفلام. أشوفكم كمان كام يوم في فيلم جديد على نفس القناة. هتوحشوني. يلا سلام.